إحياءً للأسبوع الوطني للوقاية، قامت المؤسسة العمومية الاستشفائية مازونة بتنظيم فعاليات اليوم الخامس تحت عنوان الصحة والنظافة، وذلك بتنظيم ورشات تحسيسية متعددة المجالات، من تغذية صحية، حماية الأمومة والطفولة، والنظافة الاستشفائية، وأيضاً الكشف المبكر عن داء السكري. دائما في إطار الأسبوع الوطني للوقاية، قامت المؤسسة العمومية الاستشفائية مازونة بيوم تحسيسي في موضوع النظافة الاستشفائية. الجدير بالذكر إشراك كل القطاعات، لا سيما قطاع الصحة، المؤسسات العمومية للصحة لولاية غليزان، قطاع الفلاحة، قطاع التجارة، الحماية المدنية، الجماعات المحلية، البلديات، وهذا لأن الوقاية هي موضوع الجميع. كجمعية مرضى السكري وتزامنا مع هذا اليوم الأسبوع الوطني للوقاية، رانا قائمين بحملة تحسيسية وتوعوية خاصة بداء السكري ورمضان، واللي رانا نجوب بها يعني 38 بلدية، بديناها من شهر رجب ورانا في شهر شعبان ونواصلوها إن شاء الله في شهر رمضان. لماذا؟ لأن فيه العديد من مرضى السكري اللي عالجوا بالأنسولين، الأطباء قالوا لهم ما تصوموش، يجهدوا نفوسهم على الصيام، ونهاية المطاف يدخلوا في كل مضاعفات داء السكري، منهم للأسف الشديد أن نهاية المطاف تاعهم كانت الموت. ربي يقدر ماذا بينا باش نديو الاستقلاليه لا كتشوفها انايا تجي فيها سانسيرمون الحمد لله يجي فيزيتي لي زوبيتو دو صال ولا 3 صال On est à troisième, quatrième. Il faut la voir la Quatrième, on a créé. les urgences orthopédiques Oui. Ah oui. On a la traumatologie. كاين لا طابل جديده. Notre coordinateur. Coordinateur de la chirurgie, le coordinateur de CEMAC. المجتمع المدني والوسائل الإعلامية. جمعية مرضى السكر ولاية غليزان. Là, je parle du chef. toute la périphérie et les daïras limitrophes. Et la région de Dara, jusqu'à Enma. Sur le plan statistique, c'est-à-dire est-ce que vous avez une idée sur le nombre de malades qui viennent en état de détresse, des urgences, surtout les urgences vitales? Les urgences vitales, de façon journalière, on a 2 à 3 urgences par jour. Les urgences vitales, mais chez les Vitales, chirurgicales. c'est-à-dire les urgences les accidents exceptionnels. tout ce qui est logistique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est كذا, mais le conseil médical il doit d'ores et déjà se projeter de mettre en place une politique, une politique exacte pour la prise en charge du malade. دابا لي conseils médicaux ان شاء الله يعاودوا دونك مع الزميله تاعك. على كل حال، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جد مسرور أنني متواجد في دائرة مازونة، وبالطبع دائرة مازونة ودائرة سيدي محمد بن علي، دائرتين معتبرتين على مستوى ولاية غليزان فيما يخص البنية التحتية، فيما يخص العدد الإجمالي من السكان. في الحقيقة أنا جد مرتاح أنني وجدت ظروف جد مريحة
للقيام بال لا بريزون شارج تاع هذه السكينه، سكينه مازونه وسكينه كل الضواوير التي مجاوره لها. نحن اليوم نحتفي بالأسبوع الوطني للوقاية الذي أقرته وزارة الصحة عن طريق تعليمة وزارية من أجل دفع هذا القطاع الحيوي، قطاع الحماية والوقاية، والشعار الذي تم ضبطه هذه السنة هي الوقاية من أجل صحة أفضل، فلنتحرك الآن. ونقدر نزيد أنا شعار آخر، فلنتحرك جميعا. اليوم الشيء اللي مطالب بنا أننا نعمل كأسرة من أجل التكفل الأفضل والتكفل الأحسن بسكاننا بصفة عامة. وأشكركم على هذا كرم الضيافة، ونتمنى لكم إن شاء الله نتلاقاو في لما لا في السنة المقبلة إن شاء الله بشعار آخر. يعني كل الأطراف لازم تساهم في الوقاية، لا سيما حملات تحسيسية، النظافة الاستشفائية، حملات تلقيح. يعني الوقاية هي مهمة الجميع.